طيب يا شاب، هذا الشخص طارح نفسه كسياسي وعنده رؤية مسميها الطرح القادم، ودي مداخلة له على منصة التيك توك. وهو يتكلم وفي 50 ثانية بس يتكلم كلام عن الأخلاق بتاعت الجيش وكده. وحنقوم نحلل الخطاب بتاعه ده عشان نشوف الطرح هو شكله شنو. الجيش السوداني اللي بتتكلم عنه ده حارب في جنوب السودان ده اكثر من 20 سنه، لكن لا اغتصب مره، لا سرق عربيه بتاعت مواطن، لا هاجم بيوت بتاعت مواطنين. اكثر من 20 سنه بحارب، واخواننا الجنوبيين قاعدين في الخرطوم. ما كانت حرب على الجنوب عشان تضرب بها مثال انت الان. طيب يا شعب، الراجل ده ذكر 4 أشياء هسي في الفترة دي. قال يا أخي إنه الجيش 20 سنة بيقاتل في جنوب السودان وما اغتصب امرأة. وقال إنه الجيش ده في الفترة دي كلها ما سرق عربية مواطن. وقال إنه الجيش ده ما اقتحم بيت مواطن. وقال إنه الجيش كان بحارب في الجنوبيين في جنوب السودان، وفي جزء منهم كانوا قاعدين في الخرطوم. دي 4 حاجات. طيب الحاجة الأولى، قال إنه ما في جيش اغتصب. الجيش ده اغتصاباته دي الآن موثقة بأسماء مدن موجودة الآن في جنوب السودان، موثقة بالاسم. أول مدينة بتدعم انتهاك الجيش ده اسمها مدينة أطلع برا. مدينة أطلع برا دي الجيش بيجي و يجبر الرجال على انهم يطلعوا برا القريه دي، يطلعوا برا، يمشوا الكنيسه، يمشوا اي محل، اطلعوا برا من هنا، خلوا لنا النسوان ديل. فالرجال كلهم بيطلعوا، فالجيش بعد ذاك بينتهك اعراض النساء. المدينة الثانية اسمها مدينة رجال مافي. الجيش ده كان أي راجل لقاه بيدي طلقة، شايل سلاح ما شايل سلاح، مواطن مزارع أي حاجة، بياخد طلقة في راسه طالما هو راجل جنوبي. فالقرية واحدة من القرى بقى ما فيها رجال نهائي. فعشان كده كان بيتم انتهاك النساء واغتصابهم من قبل هذا الجيش. المنطقة الثالثة اسمها منطقة لباس مافي. طبعا دول ما عندهم لباسات عديل عشان نتكلم بالواضح، ما عندهم ماشات كده ميتي ساكت جاهزين عشان الجيش ده يجي كل يوم يغتصبهم. دي كلها اغتصابات الجيش. والجيش ده كان بيسرق مش عربات، لانه الوقت ده المواطن بتاع جنوب السودان ما عنده عربيه عشان الجيش يسرقها، لكن الجيش كان بيسرق الاطفال. الاطفال الجنوبيين ديل كان الجيش بيسرقهم من قراهم ومن احضان امهاتهم، وبيجيبهم الخرطوم وبيشغلهم عبيد في بيوتهم. الضباط ديل كلهم بيوتهم فوقهم الاطفال بتاع جنوب السودان ديل شغالين لهم في بيوتهم كالعبيد. والكلام ده انت لو ما عارفه اعرفه كويس. الشيء الثالث، انت تجي تقول لي يا اخي الجيش ما اقتحم بيت بني ادم. هو الجيش خلى بيت لبني ادم في جنوب السودان عشان يقتحموا؟ الجيش ده كان شغال بسياسه الارض المحروقه، بيحرق القريه كلها بتتحرق. فبالتالي ده اسوأ من اقتحام، يعني اسوأ من الاقتحام نفسه. كويس. الشيء الثالث، الشيء الرابع، انت قلت يا اخي الجيش بيقاتل في الجنوبيين في جنوب السودان، وفي جزء من الجنوبيين قاعدين هنا ما بلدهم، يقعدوا وين يعني؟ انت مفتكر انه المواطن ده لما يهرب من منطقة فيها حرب ويجي منطقة تانية ما فيها حرب يبقى ما من حقه؟ ما انت هسي ما جريت، انت هسي ما جريت. في زول قال لك يا اخي الجيش ده هناك قاعد يحارب في اهلك في حرب، ارجع امشي ولا؟ قال لك ما تقعد. اشمعنى انت هسي يعني لنفسك انت هربت والغير ما دايرهم يهربوا في بلدهم نفسه، قاعدين في بلده وانت مشيت برا بلدك؟ كويس. ده الفهم بتاع الطرح القادم. نسمع الباقي يا شباب، نسمع. الحرب بتاع دارفور اللي انت حاربتها دي، بيحاربوا كانوا في دارفور دي، ودكتور خليل رحمه الله اولاده كانوا قاعدين في الازهري. اولاد دكتور خليل قاعدين في الازهري. بيت مالك عقار كان بتقرا في الخرطوم دي، ومالك عقار متمرد. ده الجيش السوداني، ودي اخلاق الجيش السوداني اللي بيحارب من سنه 55. كان بيحارب بالاخلاق دي القوات المسلحه السودانيه. اولاد القاده بتاع الحركات المسلحه دي قروا معانا في الجامعات، وقيادتهم كانت بتحارب في الميدان، والجيش السوداني بحارب فيهم في الميدان. ما سال ابنائهم في الخرطوم ولا سال زوجاتهم في الخرطوم. اقرا تاريخ القوات المسلحه السودانيه واخلاقها. طيب هنا كمان برضه في علف نقوم نشوفه. الراجل ده قال انه الحرب بتاع دارفور خليل كان بيحارب، وكان اولاده بيقروا في الجامعات،
ومالك عقار بنته بتقرا برضه في الجامعه اثناء ما هو كان معارض. وبعد ذاك قال الناس اللي بيحاربوا الحركات المسلحه اللي بتحارب الجيش في الوقت ده كانوا اسرهم قاعدين في الخرطوم. وعزل الكلام ده انه دي اخلاق الجيش. يا استاذ دي ما اخلاق الجيش، ده حقي، ده حق. انا كمواطن ما حامل سلاح من حقي اني انا اعيش في البلد دي. حتى لو ابوي كان معارض، ابوي كان معارض مسك السلاح، انا فارقت برنامجه وجيت مسكت القلم. فانت ما بتميل علي بانه دي اخلاق، ده حقي انا، ده حقي انا ذاته، حقي انا كده تماما. حقي انا اعيش في البلد دي واعيش فيها كمواطن واقرا واتعلم واتعالج. حتى لو كان ابوي معارض، ابوي معارض هذاك في الميدان امشي له، انا لقيتني رفعت لك سلاح هنا، انا لقيتني هاجمتك في حته. فبالتالي بيقوموا شنو يعني زي الفهم ده بيمين عليه بانه دي اخلاق الجيش. يعني الجيش المفروض يعمل لي شنو؟ الجيش المفروض طالما هو بيقاتل ابوك هناك او بيقاتل يا اهلك، فبالتالي اهلك ديل في اي محل يلقاهم مفترض ياخدك بجريرتهم. والكلام ده ظهر جليا، الكلام ده ظهر جليا هسي في الحرب الأسد شغاله دي. الليله لما انت جيشك ده يقتل المواطنين من خلال ال 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 الانتماء العرقي والانتماء العنصري، فيبقى دي الاخلاق بتاعتك. لكن انا جبال قلت لك في خلال انك انا اقرا، فده حقي، ده حقي. لو اصلا جبال ديك اخلاق ودي طيب دي تسمى شنو؟ انتوا بتلقوا ناس، تلقوا جيشك ده بيلقى ناس سحناتهم بس تنتمي لاقليم معين، بيضبحوهم، بيضبحوهم ضبيح كده بالسكين، لا شايل سلاح ولا شايل معاه متفجرات ولا شايل معاه اي حاجه. وين الاخلاق؟ وين الاخلاق اللي بتتكلم عنها؟ بتجي انت يعني تحاول تمن لي بيها في حقي انا. انا من حقي اقرا يا اخي، ابوي معارض هذاك مش اقتله هناك. فده الطرح القادم يا شباب. ديل الناس اللي بحس انه انت مفترض تكون كما كان ابيك. لو اصلا انا مفترض اكون كما كان ابي، مفترض انت برضك تكون كما كان ابائك. ابائك اللي انت هسه بتتكلم عنهم ديل اللي قاعدين في الجيش ولا عاملين فيها ضباط، ديل امشي اعرفهم جو من وين عشان تمسكهم نفس الجريره. ما هو انت لو بتوزع الاخلاق وتقسمها، تعال نقسمها معك، تعال نقسمها معك عديل تقسيم كده. فبالتالي الكلام ده يا شعب بيودينا لانه حقيقه مطلقه. الحقيقه المطلقه شنو؟ الحقيقه المطلقه انه حقك انت كمواطن في الدوله دي يعتبر منا عليك، ويعتبر هو دي من شيمه او من شيم اخلاقهم، وليس من حقك انك انت تعيش في هذه الارض، وما من حقك انت تتعلم في هذه الارض، وما من حقك انت تتعالج في هذه الارض الا اذا هم رضيوا عنك. تاريخ القوات المسلحه السودانيه واخلاقها. الزول ده هنا بيطالب بانه نحن مفترض نقرا تاريخ قوات الشعب المسلحه واخلاقها. يا زول تاريخ قوات الشعب المسلحه ما دار لي قرايه واضح. قوات او قوه دفاع السودان كون المستعمر الانجليزي المصري، كون عشان تحميه وتحمي الموارد اللي هو بينهب فيها من البلد اللي هي قواته. قدام عينه المستعمر ده يسرق الموارد وهو يحمي الموارد دي للمستعمر عشان تسهل له عملية النقل، وفي نفس ذات الوقت يقتل ويقمع المواطن اللي بيتكلم بالحرية وبيتكلم بالاستغلال، وقاعد يمارس في السلوك ده لغاية الآن. بيمارس في نفس السلوك، مفتكر نفسه هو المستعمر أو هو المستعمر الجديد. المستعمر ذاك فاته طوال استلم منه الراية، قاعد يسرق في مواردنا. هو ذات الجيش ده 82% من موارد الدولة دي قاعد تسرقها المؤسسة، قاعد تسرقها المؤسسة العسكرية. نفس السرقة ونفس القمع اللي كان بيمارسه من هو كان قوة دفاع السودان. كويس. الشيء الثاني في تاريخه، الجيش ده اغتصب ديمقراطياتنا، الديمقراطية بتاعت الشعب ده 4 مرات على مدى التاريخ، اغتصاب بقوة السلاح تماما. وحكم البلد دي أكثر من 58 سنة من تاريخك. تاريخك ده حكموا الجيش ده 58 سنة قمعا وقتلا وإرهابا بسلاحك اللي انت سلحت له من مالك الخاص.
كويس. الشيء الثالث انه يعني الحروبات اللي هو مارسها في الشعب السوداني ده، ما في جيش في العالم ده مارس ضد شعبه حروبات كما مارسها هذا الجيش. ده من ناحيه التاريخ. الاخلاق، والله اخلاقه واضحه في العمليه السرديه الكبيره انا قلت عليك في الجنوب. تعال نجي نشوف اخلاقه كانت في جبال النوبه عامله كيف. الجيش ده كان بيقصف المواطنين بالطيران المحظور دوليا، كيماوي عديل، بيرميوا كده براميل متفجره على المواطنين، على النساء، على الشيوخ، على الاطفال. الاطفال بتفتش في الكهوف، بدل الطفل ده يمشي يفتش مدرسه ولا يلعب، بيفتش الكهف عشان يعيش فيه جوا، عشان يعني يحمي نفسه من اخلاق الجيش بتاعك اللي انت بتتكلم فوقه ده. في دارفور حرقوا غرة باطفالها، اتحرقوا، الطفل ده اتحرق، حرقوه كده حريق. ده جيشك ده ذاته. كويس. دي اخلاقياته. ما بعرف لو تاني حاجه غير كده. انت لو عندك حاجه غير كده تعال ورينا.